دكتور حسام، صباح الخير او مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا، مساء النور، اهلا بحضرتك. منورنا يا دكتور. الله يخليك يا نور، شكرا. دكتور حسام، ايه امراض العظم اللي مرتبطه بتغيير المواسم؟ طيب شوفي، هو الامراض الروماتيزميه بصفه عامه او امراض المفاصل دايما بتتاثر بتغييرات الفصول. عندنا مرض الروماتويد مثلا، مرض الروماتويد من اشهر الامراض المناعيه اللي بتتاثر بتغيرات الفصول. فبنلاقيها دايما في تغيرات الفصول، خصوصا دخول الخريف ودخول الشتاء زي الايام اللي احنا فيها دي، مرض الروماتويد بينشط. مرض الروماتويد دايما بيكون فيه تورمات في المفاصل، سواء في الصوابع او في الكوع او في الكتاف او في الركب او في صوابع الرجلين. فلما بيجي فتره تقلبات الفصول زي الايام دي، مريض الروماتويد دايما بيلاحظ ان المفاصل عنده بتبدا تورم، والمرض بيبدا ينشط عنده، وبيحتاج ان هو يزود الادويه او يجي للدكتور عشان يزود الجرعات الادويه شويه عن المعتاد في الفتره دي. لو حد ما عندوش روماتويد يا دكتور، ممكن في الفتره دي يبتدي ان هو يشوف الاعراض دي برضو؟ شوفي، هو عاده فتره دخول الخريف دي فتره بيزيد فيها الاكتئاب شويه. يعني جو المدارس ده معروف ان هو بيزيد فيه الحاله النفسيه، بتكون متوتره شويه. فالجو الاكتئابي ده بيعمل خلل في المناعه. الخلل في المناعه ده لو شخص طبيعي ممكن يحس باوجاع بسيطه، لكن لو شخص اصلا عنده مرض روماتيزمي زي الروماتويد او الامراض الثانيه اللي لسه هكلمكم عليها، الامراض دي بتنشط عن المعتاد. عندنا مثلا مرض الذئبه الحمراء، ده مرض مناعي معروف، ده بيزيد اكتر في الفصول اللي فيها شمس. الذئبه الحمراء حضرتك قلت يا دكتور؟ الذئبه الحمراء. مرض الذئبه الحمراء بينشط في الفصول اللي فيها شمس. التعرض للشمس بيخليها تزيد بشده، وبالتالي في الفصول بتاعه الربيع وفي الصيف بيزيد اكتر بكتير من الخريف ومن الشتاء. الناس اللي عندها خشونه في الركب واللي عندها اوجاع اسفل الظهر، دايما دي بتزيد في دخول الشتاء، لان بيحصل تقلصات في العضلات مع الجو البارد. فالجو البارد ده بيخلي الاوجاع تزيد في المفاصل بصفه عامه. طب ازاي يا دكتور نحمي نفسنا من تعب الظهر والركبه خصوصا؟ شوفي، الظهر والركبه دول آلام بتيجي لمعظم الناس، تمام، خصوصا اول ما بيعدي سن ال 40 بالذات في المصريين. يعني مع سن ال 40 دايما بتزيد آلام الركب والظهر. يا دكتور، ده سن ال 40 ده بدايه الشباب يا دكتور. طبعا هنزعل من حضرتك كده، بس ليه كده؟ لا، هو هقول لك فعلا. شوفي، المفروض ان فعلا ال 40 ده سن شباب، لكن احنا عاداتنا لكن احنا عاداتنا مش صحيه. الوقايه الصح لآلام الركب وآلام الظهر هو ان الانسان ما يوقفش فترات طويله جدا، ما يقعدش فترات طويله جدا، ويمشي كتير. الثلاث حاجات دول معظمنا بيعملها غلط. يعني هتلاقي مثلا ستات البيوت يا اما واقفين في المطبخ فترات طويله جدا، يا اما قاعدين قدام التلفزيون فترات طويله جدا، وما بيتحركوش الا في اطار الشقه وحتت ضيقه. يعني يمارسوا رياضه المشي، ده ممكن ان هو يحميهم او يحمي ظهرهم او ركبهم، صح كده؟ جدا جدا. تمام. المشي، وعشان كده بنلاقي الشعوب الاوروبيين والامريكان واليابانيين بالذات بتلاقيهم وزنهم قليل، صح، بيمشوا كتير، ما بيقعدوش فترات طويله. فده بيخلي موضوع بقى الخشونه بيظهر عندهم في سن اكبر من عندنا. عشان كده بقول لك المصريين بيظهر في الاربعينات، ده يعتبر بدري. طبعا العالم كله المفروض بيتاخر عن كده. ولكن مؤخرا برضو بنلاحظ يا دكتور ان يعني قبل الاربعينات، يعني بنلاقي شباب في منتصف العشرينات واوائل الثلاثينات برضو بيشتكوا من موضوع الركب ومن موضوع الظهر، حتى لو كانوا هم رياضيين، يعني بيمارسوا رياضه يوم ويوم لا ومواظبين على كده، ولكن برضو بنلاقيهم بيشتكوا من الموضوع ده. لو حد اشتكى في سن صغير في العشرينات او الثلاثينات لازم يكون في سبب تاني. يعني يا اما اجهاد زياده عن اللزوم، يعني مثلا ممكن لاعب كوره يبقى عنده اصابه في ركبته، فده يعمل له الم مبكر، وده يسبب له خشونه مبكره. لكن لو شخص رياضي عادي مش المفروض يجي له ابدا خشونه والام عاديه كده في الركب وفي الظهر. دي في السن الصغير لازم نشك في سبب تاني، لازم ندور على سبب تاني. طب حضرتك قلت يا دكتور ان مع دخول فصل الشتاء وبدايه الخريف عاده بنحس بالاعراض دي، ولكن الملاحظ كمان ان لما الدنيا بتبقى رطوبه خاصه عند كبار السن بنلاقيهم مش كده يا نهى، بنلاقيهم بيشتكوا من ظهرهم ومن ركبهم بشكل اكتر. تمام، مظبوط. لان زي ما قلت لك بيكون في اصلا موضوع خشونه المفاصل موجوده في الركب وفي الظهر،
لما بتيجي فتره الرطوبه التقلصات في العضلات بتكون اكتر شويه، وده بيخلي الالم يزيد في الفتره دي. طب امتى يا دكتور نقول احنا لازم نروح نستشير طبيب؟ شوفي الالام البسيطه اللي بتيجي كل فتره طويله محدش بيحتاج ان هو يكشف عليها. تمام. لكن اي تورم في مفصل لازم فورا يتكشف عليه. اي تورم في مفصل يعني ركبه ورمه، صوابع ايدين ورمه، رجلين ورمه، دي لازم نكشف فورا. انما الم عادي بيجي لما بقعد كتير، بيجي الم لما بقف كتير. يعني مثلا لما بيجي حد يقول لي انا لما بقف كتير رجلي بتوجعني، بقول له طب ما انا كمان لما بقف كتير رجلي بتوجعني، ده مش مرض. لما بطلع سلالم كتير رجلي بتوجعني، ده برضه مش مرض. كون ان انا اطلع سلالم كتير رجلي بتوجعني ما طبيعي. اي مجهود تعمله فوق الطبيعي بتاعك يسبب لك الم، ده مش معناه انك مريض، فانت مش محتاج تكشف. تمام. لكن نكشف امتى؟ لما الم غير طبيعي يحصل بمجهود طبيعي. هقول لك مثال تاني. هنفرض ان مثلا حد بيطلع السلم الدور السادس ينهج، ده ما يبقاش مريض قلب، ده طبيعي. كل الناس لو طلعت الدور السادس طبعا اكيد، لو شخص رياضي جدا والله، والدور الثالث كمان. لكن لو فرضنا ان في شخص بيمشي في الشقه ينهج، يبقى قلبه تعبان. طبعا. او بيطلع دور واحد ينهج، يبقى قلبه تعبان. صح. فدي نفس الحكايه، اذا احنا بنعمل المجهود الطبيعي بتاعنا اليومي وبنلاقي ان في الام، يبقى لازم نكشف. انما لو احنا بنعمل زياده عن اللزوم، مثلا واحد ما بيلعبش كوره وجه بعد 10 سنين ما بيلعبش كوره قرر يلعب ماتش النهارده، طبيعي. اكيد طبعا، بالتاكيد عضلاته هتوجعه. طبعا. طيب دكتور، في ناس في بعض من الاحيان بيقرروا ان هم يعني يعالجوا نفسهم بنفسهم من غير ما يستشيروا طبيب او دكتور، وبيجدوا العلاج في العلاج الطبيعي. هل العلاج الطبيعي ممكن ان الواحد يلجأ له من غير ما دكتور يدله له يعني؟ لا، مش مفروض يحصل. مش مفروض. المفروض ان الانسان لو جاله الام بسيطه، الحاجات الادويه المعتاده اللي هي الباراسيتامول، التركيبه المعتاده، مش هقول اسم تجاري يعني. أيوة. دي المسكن الخفيف اللي بناخده في الصداع او بناخده في الالام البسيطه، ودي في العالم كله بتتباع حتى في السوبر ماركت. صحيح. دي للالام البسيطه. طيب في حاجه تستحق الكشف، لازم طبيب بيكشف عليك ويقول لك انت محتاج كذا. اذا محتاج علاج طبيعي بتتعالج بعلاج طبيعي، تروح لحد علاج طبيعي تعمل عنده. اذا محتاج تاخد دواء، محتاج فحوصات معينه تتعمل، المهم يتشخص السبب ويتعرف العلاج بتاعه ايه. صح. طيب دكتور، بالنسبه للاطفال اللي بيشتكوا من الم في رجلهم مع ان هم يعني لسه صغيرين في السن، يا ترى بيكون السبب ده ايه؟ طيب الاطفال ما هماش في امان من الامراض الروماتيزميه. الاطفال في الام عاديه، برضه في الام طبيعيه، ان طفل وقع اتخبط وجعته رجله. أيوة. او بعض الام النمو دي اوجاع طبيعيه ساعات بتحصل. لكن في امراض روماتيزميه بتيجي في الاطفال، الروماتويد والذئبه وامراض ثانيه مناعيه كتير بتيجي. أيوة. في الاطفال دي برضه نبدا نشك فيها لو حصل تورم في مفصل. في الحاله دي لازم نشك ان في مرض روماتيزمي ولازم نكشف. انما الاوجاع العاديه كل الناس عارفه، يعني تقدر تفرق الفرق بين الوجع العادي والوجع الزياده عن اللزوم، او ورم في المفصل، او حراره معاها، او طفح جلدي، او مثلا قرح في الفم، او مشاكل في العين. الحاجات دي لو جت في طفل لازم نشك ان في حاجه. او جاله حراره مثلا واخذ مضادات حيويه، ودكتور الاطفال كان شاكك ان في التهاب، اداله مضادات حيويه ما استجابش، بنبدا نفكر ان ممكن يكون في امراض مناعيه. تمام. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الديب، استشاري الروماتيزم والمفاصل، وان شاء الله باذن الله يا ريت حضرتك تشرفنا مره هنا في بيت السفير عزيزه ونستمتع بصحبه حضرتك على الهواء. بنشكرك مره ثانيه.